بجد اخي وافيه وبيبي. بقالي نص ساعه مش عارفه ابدا الفيديو، مش لاقيه كلام بصراحه يوصف القرف اللي هتسمعوه دلوقتي. حور بدت الحكايه النهارده بعتها بتقول في ولد صاحب اخويا بيحبني، اتقدم لي كذا مره وانا رفضت، واتخطبت مره واتنين، وكنت كل مره بفركش فيها كان بيرجع يتقدم لي تاني. ده الحب مولع في الدوره خالص. حور بتقول لحد ما في مره يا ايه جه وقال لي ان في شغل انزل معاه فيه، قلت مفيش مشكله اروح اشوف شغل ايه. خدت واحده قريبتي معايا ورحت. كان بيعاملنا كويس قوي يا ايه، وكان كل ما بيجي يطلب اكل كان بيجيب لينا معاه ومش بيرضى ياخد الفلوس. ما هو بيحبك بقى يا جميل. المهم حور بتقول قريبتي دي ايه قالت لي شكله بيحبك قوي، وهي وماما فضلوا يقنعوني، فضل كل ده مستنيكي وتقدم لك كذا مره وشكله شريكي. ما هو ده بصراحه يا طنط بقى حاجه تقل، واظن شرحنا ده في سلسله فهمتوا حاجه، روحوا اتفرجوا على الفيديوز بقى. حور بتكمل وبتقول اخواتي كلهم يا ايه فضلوا يقنعوني بيه ما عدا اخويا اللي هو صاحبه، طبعا بما انهم صحاب فعارف بلاويه. اخوها بقى ده قال لها ايه؟ قال لها بصي يا حور ده اختيارك انت، بس خلي بالك صاحبي ده بعيد عن ربنا. حور بتكمل وبتقول انا وافقت. بصراحه انا مش عارفه انت وافقت ازاي، يعني اخوك اللي هو صاحبه بيقول لك ده بعيد عن ربنا تقومي توافقي؟ حور بتقول يا ايه في الاتفاق ما اختلفش معانا خالص، بالعكس قال كل اللي انتوا عايزينه انا هجيب. يا ولا. حور بقى بتقول جينا بقى للخطوبه فلازم نروح نجيب الدهب. لقيته يا ايه بيقول انا مش معايا اجيب شبكه. امال انت جاي ليه؟ مش معاك تجيب شبكه، انت جاي ليه؟ وايه بقى اللي انتوا عايزينه هجيبه لكم ومش هنختلف يا عمي. حور بقى ومامتها قرروا انهم يجيبوا دهب صيني علشان شكله قدام اهلي واخواتي، واخواتي كمان يا ايه جابوا لي كل واحد حاجه دهب وحطيتهم كلهم في علبه الشبكه عشان شكلنا قدام الناس. جينا بقى يا ايه للفستان، قلت له الفستان عامل كذا، قال لي لا انا مش هدفع غير كذا، اللي هو يا ايه مبلغ اقل بكتير. يعني مثلا الفستان عامل 3000 جنيه، قال لا انا مش معايا غير 370 جنيه، صرفي بقى. حور بتقول حتى القاعه يا ايه حاجز قاعه صغيره جدا وعازم ناس كتيره قوي ومش عامل حساب اهلي. انتوا عبيط يالا، انتوا عبيط، مش عامل حساب العروسه واهلها؟ هتخش القاعه تتخطب ذاتيا جوه؟ ما في عروسه حبيبي. حور بتقول اخويا يا ايه قال لي خلاص ما تزعليش هديكي فلوس تحجزي قاعه اكبر علشان اهلنا. عريس الهنا بقى، عريس الغفله حنتيره، قال لها ايه ممكن تجيبي لي الكرافته والجزمه هديه؟ يا بجحتك يا اخي، يا بجحتك، لا جبت فستان ولا جبت شبكه وحاجز قاعه ليك انت واهلك ونسيت العروسه واهلها وعايزها كمان تجيب لك الكرافته والجزمه هديه؟ حنتيره، انت ما تبقاش غير حنتيره والله. حور بتكمل وبتقول حتى الميك اب يا ايه قال لي انا مش هدفع اكتر من 1500 جنيه وماليش دعوه بقى بالباقي، اللي هو انا معايا 1500 جنيه خدي بقى شطبي ومحري وشك على قده، مش مني اكتر من كده. بس ما قلتليش بقى هتجيبي لي الكرافته والجزمه امتى؟ هموت واعرف انتوا بتجيبوا الرجاله دي منين. كملت يا ايه انا من معايا وعملت الميك اب وفعلا جبت له الجزمه والجرافته هديه، واحنا هناك بنجيب الحاجه اختار اغلى حاجه موجوده. انا بصراحه شفتش بجاحه كده، اللي زي ده تجيب الجرافات عشان تشنقي بيها ونرتاح كلنا. حنتيره مش لازم يتجوز وتكاثر. ركزوا بقى في الموقف اللي جاي ده عشان والله العظيم والله بالله تالله ما هيتحرق دم الواحد. حور بتقول ايه بقى؟ يوم الخطوبه يا ايه قال لي انا عازمك وعازم اهلك بره على العشاء. اهلي يا ايه ما وافقوش عشان عندنا ضيوف في البيت وما كانش ينفع نخرج ونسوي، لكن هو اخد اهله وكنت انا ومعايا 2 من اخواتي. جينا يا ايه عشان نطلب الاكل ما سالناش احنا هناكل ايه، فاخويا رد عليه وقال له واحنا مش هنطلب ولا ايه؟ فرد اخو خطيبي وقال له هتدفع كام؟ هنا عندهم الاكله دي بكذا والاكله دي بكذا والاكله دي بكذا. هو انتوا مش عازميننا؟ يعني مش احنا المفروض معزومين؟ وبعدين اخو خطيبك؟ يا نهار ابيض، دي العيله كلها كده. المهم حور بتكمل وبتقول اخويا ايه قال له عادي هات اي حاجه احنا كده كده مش بيفرق معانا الفلوس. هو يعني الواد اتصدم، انتوا عازميننا على حسابنا؟ منتهى الجربعه، منتهى النتائج، منتهى العفانه. بس عفانه ايه؟ لا 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 مش عايزه اظلم، العفانه لسه جايه. حور بتقول ساعه الحساب يا ايه ندوا على اخويا وقالوا له حسابك كذا. المصيبه الاكبر ان هم قالوا لاخويا حسابك كذا وحساب اختك كذا. اخته دي اللي هي العروسه. طب بالنسبه لعريس الهنا مش هتحاسب لزوجتك المستقبليه؟ حنتيره يا حنتيره، والله العظيم انت فوق اي حنتيره، انت حنتيره جدا، العيله كلها حنتيره. اخوها بقى عمل ايه؟ اخوها قال لهم طيب ماشي اتفضلوا الحساب اهو وخدوا بالمره حساب اخوكم عشان قاعد جنب اختي زي قلتها. اقل واجب، اقل واجب. واحد تاني غيره كان قام بلط وشه. حور بتقول من كواليس هذه الخطوبه الموبوءه ان خطيبها كان بيمشيها في الخروجات مره هو ومره هي، مره هي تحاسب مره هو يحاسب. بصراحه انا كايه شايفه انه ما يحاسبش خالص، ما عندناش حريم بتحاسب. حور بتكمل وبتقول في مره يا ايه كان عندنا زياره، كان عندنا بالمناسبه مولود جديد، قلت له ممكن تديله 200 جنيه ولا حاجه علشان عيب كده. قال لي حاضر طبعا نتغدى بس وهديه. اشمعنى بعد الغدا يعني؟ ما تديله دلوقتي. ماشي يا عم حنتيره خلينا ورا الكداب لحد بعد الغدا. يا ترى بقى حنتيره عمل ايه بعد الغدا؟ حور بتقول دينا يا ايه من هنا واتخانق معايا وعمل حوار غريب جدا انا لحد دلوقتي مش فاهماه وسابني ومشي.
ناصح الولد ده هرب من 200 جنيه. حور بتقول اتخطبت له يا ايه سنه كامله، وانا بصراحه هنا مش قادره استوعب. استحملتي هذا الفصل سنه كامله ازاي؟ كل ما يجي عيد ميلاد يضرب معايا خناقه الرب السما ويرجع يصالحني بعدها. هو ما جابلهاش هدايا خالص غير مره واحده بس يتيم، بس في المقابل كان هو اللي بيطلب منها انها تجيب له هدايا. وكنا مره خارجين مع بعض، قال لي تعالي نقعد في كافيه، قعدنا وطلبنا اكل. قلت له بصراحه انا مش عايزه اكل. قال لي لا طبعا لازم تاكل. وطلبت فعلا ايه بعد ما اصر، وكانت الفاتوره وقتها 2000 جنيه. لقيته يا ايه وقت الحساب بيقول لي انا معايا 500 جنيه كملي انت بقى ولما اروح هبعتهم لك. حنتيره عيب كده، احنا اهل. مش بس كده، حور بتقول في مره يا ايه طلب مني هديه ايربودز بس لازم تكون نظيفه عشان ودانه بتوجعه. دي غريبه بالنسبه لي، انا اعرف اللي ودانه بتوجعه بيكشف يجيب مرهم ياخد حبوب، مش بيطلب ايربودز. المهم حور قالت له بصراحه انا مش معايا فلوس الفتره دي. رد عليا ايه وقال لي اتصرفي خلي اخوك يجيب. انا هقول ايه؟ انا المفروض دلوقتي اعلق اقول ايه؟ بجد اخي وافيه وبيبي. سالت حور سؤال، قلت لها في ساعه صفا كده كان بيحصل ما بينكم اي حوارات بتحسي كده في عينيه بالحب اي حاجه؟ قالت لي ايه مره كنا بنتكلم، قال لي ايه بقى، انا ابويا كان بيضرب امي وهي ما كانتش تقدر تتكلم، تاخد العلقه من هنا وتقفل الباب على نفسها وتفضل تعيط. مش امي بس على فكره، كل مراتات اخواتي كده. ايه الفخر ده؟ انت فخور؟ انت فخور ان ابوك كان بيرن امك علقه كل شويه؟ ايه السعاده يالا اللي انت فيها دي؟ انا رايح تقول لها عشان تستعد انها تكمل مسيره امك، وانت طبعا هتكمل مسيره ابوك. انتوا عيله مهزأه. حور ردت عليه وقالت له بس انا ابويا عمره ما مد ايده على امي. قال لها انا ماليش دعوه، عيلتنا ماشيه كده. طب انت عيله متربيين، احنا عيله مهزأه وما شافتش تربيه، هتقارني نفسك بينا؟ اللي هو اعملي حسابك بقى، احنا هنا في العيله عندنا الستات بينضربوا اثنين وخميس. ركزوا بقى في اللي جاي ده، انا تعبتكم معايا النهارده والله انا عارفه، معلش والجو حر والواحد اصلا مش طايق نفسه، بس معلش نركز بقى خلاص الفيديو قرب يخلص. حور راحت عشان تجيب الاجهزه بتاعتها. حور بتقول انا عليا الستاير والسجاد والمطبخ والاجهزه والنيش والنجف، فاخترت شويه حاجات يا ايه. فلما مامته شافتهم قبل ما استلمهم قالت لي ايه ده انت كنت وفرتي بقى يا حور وساعدتي ابني في ثمن الشقه. حنتيره عيب كده. انا عايزه اقول لكم حاجه، حنتيره بياخد 25000 في الشهر، يعني مش شاب بياخد 3 ولا 7 ولا 5. مش بس كده، اخوات حور اتفقوا بما ان العريس عليه الخشب، فاتفقوا مع بعض ان كل واحد هيشيل قوط هديه منهم للعريس. وانا بصراحه هنا بتساءل، دعوني اتساءل واقول كل الهدايا اللي انتوا بتقدموها له دي بتقدموها له بمناسبه ايه؟ يعني هذا الفصل عمل ايه عشان تقدموا له كل الهدايا دي؟ بتكافئوه على نتنته؟ بتكافئوه على طمعه، على بخله، على استغلاله؟ ما شاء الله عليه ما فيهوش ميزه. ومع ذلك لما مامة حور قالت له بما انك ما جبتش ذهب فهنكتب الذهب في القايمه، قال لها لا ولا قايمه ولا قاعده، انا مش كاتب قايمه، انا مش متفق اصلا مع الحاج على القايمه. وبعدين انتوا جايبين حاجات كتير جدا، شايلين الحاجه اللي المفروض انا اجيبها وجايبين الحاجه بتاعت بنتكم، يعني القايمه كده هتدخل في اكتر من 1,000,000 جنيه. لا بحق الله زي انتوا ما جبتوا الحاجات دي كلها تمضوا عليها انتوا. انا ازاي كنت هنسى احكي لكم الموقف ده؟ بجد كنت هنسى ازاي؟ حور بتقول ان هو كان بيروح لهم زيارات كل فتره قريبه، هو من المنوفيه وحور بحراويه قاعده في اسكندريه. المهم كان بيروح زيارات عند حور علشان مامتها تعمل له بروتين. قال لهم انا عايز بروتين عشان انا بتمرن واطلع عضلات، لازم اكل بروتين. طهق طنط حور. الست جابت اخرها وقالت لبنتها تعبت يا بنتي تعبت، كل يوم بروتين كل يوم بروتين، ده عايز ميزانيه لوحده. شفتوا التفاصيل؟ انا مش عارفه حور استحملت كل ده بجد ازاي. انا مش مستحمله اكمل الحكايه، وكل ما اقرا موقف اقول خلاص هتسيبه في الموقف ده الاقيها مكمله. الموقف بقى اللي خلاص قطم ظهر البعير، اخوها عنده شقه قيمتها 600,000 جنيه. عريس الهنا قال لها ايه رايك ناخد الشقه من اخوكي ب 200,000 وناخدها بالتقسيط ونبقى ندفع له 50,000 كل سنه. ولما بقى حور رفضت عملوا مشكله كبيره واضطرت تدخل مامتها ما بينهم. لقيته يا ايه بيقول لماما بصي بقى يا طنط انت بنتك دي متدلعه، تاكليها فراخ ولحمه كتير قوي في الاسبوع، من الواضح كده انها مش هتعيش على قد ظروف. ماما ايه قالت له بنتي اصلا ما بتاكلش لحمه، وفضلت تهزر. يا حبيبه قلبي يا طنط تقريبا من الصدمه افتكرته بيهزر. حور بتقول بص لي ايه كده وقال لي قدام ماما احنا لما نتجوز انت هتاكلي مره واحده فراخ بس في الاسبوع، ولو جبت لك عشه تعيشي فيها وانت ساكته. انا بس يا استاذ حنتيره عندي سؤال، انت المفروض رايح الخناقه دي علشان الشقه ام 600,000 اللي انت عايز تاخدها ب 200,000. ايه اللي دخل اللحمه والفراخ والسردين في الموضوع ده؟ انت شايله معبي بقى. بقول لك ايه يالا، انا سبتلك من الاول، يا مقرح يا معفن يا مدود يا مصدي يا حنتيره الكلب. انت من حسن حظك انك وقعت مع ناس محترمه، لو اي عيله غير عيله حور كانوا حبسوه، كانوا بلغوا عنك العباسيه جم خدوه، كانوا كهربوك في ميدان عام. المهم حور قررت انها تسيب. رحنا ايه عشان نودي الشبكه، هو ما كانش جايب غير الدبله كانت جرام ونص. المهم ايه بابا راح يودي الشبكه اللي هي الدبله، والله كلفت نفسك يا حاج، ده المشوار هيكلفك اكتر من ثمن الدبله. المهم بعد باباها ما ودى الدبله
تفاجأت ان حماتها بتكلمها على التليفون. بتقول لها ايه بقى؟ بتقول لها انا عايزه بقيه الشبكه اللي هي اصلا الهدايا بتاعت اخواتي. يا ربي انا اهلك ناس محترمين جدا واهل كرم وبيفهموا في الاصول، بس دايما خديها قاعده كده، كتر العطاء بيعلم الاستغلال، اذا اكرمت اللئيم تمرد. حلو ان احنا نقف جنب الشباب ونساعدهم، بس بطريقه تفضل محافظانا على كرامتنا وقيمتنا ووضعنا وعلى قيمه بنتنا. انا بس في سؤال محيرني، عندي اجابه بس هسيب لكم انتوا بقى الاجابه في التعليقات. كان متمسك بيها جدا وتقدم لها كتير. ليه بقى لما خطبها اتعامل معاها بالطريقه دي؟ اللي متابع سلسله فهمتوا حاجه هيعرف السبب ويكتب لي في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.